اتفرجت على مسلسل المداح بالصدفة أو حتى كنت متابعه عزيزي الخبير، فمن المؤكد إنك لو سمعت أو ركزت أو حتى شفت الحلقة رقم 14 كان الدور على الجن التاني اللي هيواجه صابر المداح، والجن ده كان أقوى من صخر واسمه موت. ولو لاحظتم في الحلقات اللي ظهر فيها موت كان أي مكان بيتواجد فيه كان بيبقى خراب على صاحبه، ولو ركزتوا أكتر في الحلقة كان فيها حادثة مش طبيعية في نظر المسلسل، لكن ليها سبب تاني هنعرفه واحنا بنتكلم عن الحادثة دي اللي اتجسد فيها موت في إحسان وقتل أهل بيته، يعني تقريبا قتل حوالي 12 فرد. وطبعا المسلسل بيجسد الحادثة دي على إن سببها الجن، ولكن الحادثة طبعا غير كده خالص، لأنها قصة حقيقية مش من وحي الخيال أو من وحي الكاتب. هي في الحقيقة مذبحة من أبشع المذابح في مصر، حصلت في صعيد مصر وتحديدا في المنيا في مدينة بني مزار في عزبة شمس الدين. وحصلت الحادثة دي قبل الفجر بساعتين تقريبا، وكان يوم 20 ديسمبر سنة 2005. بيتقال إن 10 أو 12 شخص ماتوا بطريقة بشعة جدا، رجالة وأطفال وستات. والنوع ده من الجرائم في العموم في الصعيد بيكون حاجة مش طبيعية، لأن هناك لو بنتكلم إن الطار لسه موجود عندهم مش هيتاخد من 6 أو حتى طفل، وطريقة الموت لعدد الجثث دي كانت واحدة. طيب ليه حصلت المذبحة دي وإزاي؟ ده موضوع النهاردة. وقبل بداية الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد. في البداية مذبحة بني مزار اللي أنا هكلمكم عنها دي مش من وحي الخيال يا جماعة، لا دي حقيقة وحصلت فعلا. بكل بساطة كان في واحد اسمه أبو بكر شغال خباز في القرية. أبو بكر ده كان شخص بار بأمه وبيصلي الفجر، وبيروح يعدي عليها في بيت أخوه واسمه كان طه، بيروح يفطر مع أمه ويطلع على شغله، وده روتينه اليومي. وفي مرة وهو رايح هناك لما دخل البيت لقى البيت في حالة سكوت تام، ولقى لمبة الصالة مطفية، ومش دي العادة لأن والدته من عادتها بتسيب اللمبة مفتوحة لحد الصبح. راح علشان يصحي أمه، ولكن اتفاجئ إنها غرقانة في دمها، بطنها مفتوحة وجسمها كله متقطع. جري يشوف أخوه لقاه بنفس المنظر. من الصدمة فضل يصرخ لحد ما أغمى عليه. الناس سمعت صوت صريخه وجري يشوفوا إيه اللي حصل، ومن ضمن اللي سمع الصوت ووصل لهم زينب وأم هاشم، ودول بنات الأستاذ سيد عودة، ساكنين في بيت جنب بيت أم أبو بكر، والفاصل ما بينهم بيت واحد بس. وكانوا بالصدفة سهرانين على السطح وقت ما صرخ أبو بكر. نزلوا جري يشوفوا إيه اللي حصل، لكن وهم نازلين الدور الأرضي لقوا أبوهم وأمهم وإخواتهم مقتولين وجثثهم متقطعة، وابتدى الصريخ عندهم هم كمان. والناس اتلمت هنا وهناك، وكان الشارع زحمة جدا في الوقت ده. وكان في واحد في الوقت ده اسمه محمود، وأبوه مدرس واسمه يحيى، ووالدته الست نعمات، وكان بايت عند جدته في الوقت ده بيذاكر، ولكن رجع بيتهم علشان نسي كتاب العلوم. وهو ماشي شاف الناس ملمومة هناك عند مكان الحادثة، وسمع الناس بتقول دول ماتوا، لا اتقتلوا، قطعوهم ودم. المشكلة مش في الكلام، المشكلة ان كل اهل الشارع كانوا موجودين مكان الحادثة الا ابوه وامه. جري على البيت علشان يصحي ابوه ويحكي له، ولكن اتفاجئ ان ابوه واخواته غرقانين في دمهم. من صدمة محمود ما استحملش، فضل يصرخ لحد ما وقع، بس الولد ما وقعش وأغمى عليه زي أبو بكر، لا ده الولد مات. والكلام ده كان في عزبة شمس الدين. وبدأت قوات الشرطة تتجمع وتتواجد في أماكن الحوادث، ومن نتيجة البحث والمعاينة لقوا إن ال3 بيوت في نفس الشارع، والشارع ده من أوسع شوارع البلد. البيت الأول بيت السيد عودة، وده كان فيه 4 جثث، ما بينهم 2 رجالة سنهم كبير وطفلين ما يعدوش 10 سنين، بنت وولد. لكن بناته زينب وأم هاشم ربنا أراد ليهم إن هم يعيشوا، فكانوا سهرانين فوق البيت. البيت التاني بيت طه عبد الحميد أخو أبو بكر، وأمهم هند، واللي اكتشف الحادثة دي طبعا هو أبو بكر. البيت التالت كان بعيد شوية ناحية الشمال، وكان فيه الأستاذ يحيى أحمد وزوجته نعمات وطفلين ما يعدوش 5 سنين، ومحمود أخوهم اللي اكتشف الحادثة لما كان بيجري على البيت علشان يحكي لأبوه عن اللي سمعه. مش الغريب وقت الموت، الغريب شكل الموت، تهشم في الراس وقطع في الرقبة، شق في نصف البطن لحد الأعضاء التناسلية،
وقطع أعضاء تناسلية ومختفية كمان من مسرح الجريمة، ما عدا جثة محمود اللي اتصاب بسكتة قلبية نتيجة صدمة موت أهل بيته بالطريقة البشعة دي، ولكن جثته كانت سليمة على عكس باقي الجثث. في بداية المعاينة اتبين ان القاتل استخدم ساطور علشان ينفذ جريمته، غير انه استخدم الاسطح لان الابواب كلها كانت مقفولة، واختار بالليل تحديدا قبل الفجر علشان بيكون الجو برد ومحدش بيطلع من بيته في جو زي ده، وان مفيش اي علامات كسر لاي باب، وان القاتل نفذ جريمته بالساطور ومثل بالجثث، ومفيش اي اثر للمقاومة كمان. الشرطة لقت في بحثها في بيت الأستاذ يحيى 5 حمامات مذبوحين، وكان متعود أستاذ يحيى إنه يربي طيور، ومع ده كله مفيش أي أدلة بتثبت أي حاجة على مين هو الجاني، وإن كل الجثث مفيش أي علامة بتدل إنها قاومت، كأنها ما كانتش حاسة باللي قتلهم أصلا. ومع استمرار البحث الموضوع كان بيزيد تعقيد وغموض. القضية مع الوقت بقت قضية رأي عام، واتعمل ليها فريق بحث جنائي على أعلى مستوى، واتفقوا مع كل الجهات الخاصة بالمحافظة واستجوبوا البنتين اللي نجوا من الحادثة، واللي قالوا إنهم ما حسوش بأي حاجة نهائي، واتعمل احتياطات أمنية على مداخل ومخارج البلد. وبدأت وسائل الإعلام تطلع إشاعات على الحادثة، زي إن القاتل لقى كنز مدفون أو مقبرة في البلد تحت الأرض، وعلشان يفتحها مطلوب منه 5 رؤوس حمام و5 أعضاء تناسلية إناث وزيها من الذكور أو الأطفال. المشكلة إن في ناس صدقت الكلام ده فعلا، والإعلام والتلفزيون بدأ يزود إشاعات عن لعنة الفراعنة ويربطها بالحادثة دي. استجوبوا المباحث أكتر من 300 شخص في البلد، واللي منهم كانوا مرضى نفسيين وسوابق، من غير توجيه أي اتهام ليهم. وفجأة الشرطة قبضت على 3 مشتبهين ممكن يكون حد فيهم هو سبب الحادثة، واكتشفوا جلابية عليها دم وحذاء فردة واحدة، فكروا إنها للجاني وكان لابسها وقت ارتكاب الجريمة. وبعد 6 أيام أعلنت وزارة الداخلية إنها قبضت على الجاني، وإن الجاني قتلهم من غير أي مقاومة، ودخل البيوت عن طريق سطح كل بيت. وأعلنوا إن الجاني اسمه محمد علي أحمد عبد اللطيف، 27 سنة، راسب إعدادية، عاطل، مريض بانفصام في الشخصية والشعور بالاضطهاد والوسواس القهري، وكان بيتعالج في مصحة نفسية في القاهرة. والمباحث حصلت على أدلة مهمة، زي إن الجاني حاول يعتدي على زوجة من زوجات المجني عليهم، ولكن سحبوا شكوتهم علشان يتقوا الشبهات. والتانية إنه كان بيجري على سطح بيت من البيوت ووقع أواني، والست صاحبة البيت جريت وراه هو وأهل القرية وكانوا هيضربوه، ولكن أبوه عمل قعدة صلح والموضوع خلص. التحريات أثبتت إنه خرج يصلي صلاة العشاء ورجع البيت، وبعدين خرج تاني وأهله نايمين، ورجع الساعة 2 بالليل في حالة مش طبيعية، وأهله حبسوه في أوضة أخوه لحد ما قال لهم إنه هادي، وبعد كده سابوه. وفي حد من أهل القرية قال إنه شاف الجاني عند بيت الأستاذ يحيى الساعة 12 بالليل، وكان شبه محمد، وما قدرش يتأكد لأن الوقت كان بالليل وما كانتش الرؤية واضحة. والتحريات وجدت في بيت الجاني فردة حذاء وجلباب مغسول من فترة مش طويلة. طبعا لما التحريات اتبعت خط سير الجاني أنكر الجريمة، وبالضغط عليه اعترف إن جاله هواجس إنه يعمل جريمة زي دي. راح بيت الأستاذ يحيى وطلع على السطوح بالسلم اللي كان موجود على حيطة بيت يحيى، واعترف إنه كان معاه ساطور لضرب الراس والرقبة وسكينة تانية لفتح البطون والتقطيع. وأخدوا الجاني بعد كده من النيابة لمكان الجريمة علشان يمثلها مع الاحتياطات الأمنية اللازمة علشان محدش يتعرض للجاني. ووقت تمثيل المجرم للجريمة اتسأل عن الأعضاء التناسلية مصيرها إيه ووداها فين، فكان رد الجاني إنه بالنسبة ليحيى وابنه فأنا دفنت أعضائهم في الدور الأرضي، وبالنسبة لسيد ومطاها تخلصت من أعضائهم فوق السطح لأن الأرض كانت بلاط ومعرفتش أحفر. أما بالنسبة للساطور والسكينة رماهم في السماد، لكن لما رجع البيت حس بالخطورة فرجع أخد أدوات الجريمة ورماهم في ترعة الإبراهيمية. ولما رجع وأخته شافت الدم عليه خافت من المنظر وغسلت الجلابية بسرعة. وبعد التحقيقات والمرافعة في القضية اللي تبين فيها إن الجاني لأسباب في نظر المحامي الموكل إنه ما يقدرش يقتل العدد الهائل ده من الجثث لوحده، غير إن طريقة فتح البطون وقطع الأعضاء التناسلية أثبتها الطب الشرعي إنها اتقطعت بمهارة، وكأن اللي عمل كده دكتور جراح ماهر. ده غير إن المتهم بيعاني من هواجس نفسية. ومن الأدلة التأكيدية اللي تعتبر سبب لنجاة الجاني
إن مش بس الأعضاء التناسلية اللي اتاخدت، لا ده كمان قرنيات وكلى، وده لو دل على الجريمة فهي مش جريمة قتل، لا دي جريمة جهرة أعضاء. غير إن الاعترافات اللي اعترفها المتهم كانت بتدل إنها وسيلة إكراه ليه إنه يقوم بالجريمة دي. ومع كل التحقيقات والاعترافات دي حكمت المحكمة ببراءة المتهم نتيجة تضارب الأدلة وعدم ثباتها. اكتبوا لنا في الكومنتات، هل تعتقدوا إن الجريمة دي جريمة قتل فعلا ولا جريمة سرقة أعضاء؟